في خناقه غريبه جدا حصلت في مسابقه ملكه جمال الكون في تايلاند بين رئيس المسابقه وملكه جمال المكسيك. خليني اشرح لك الكلام على ايه. الموضوع ابتدى لما نوا اللي هو مدير ملكه جمال تايلاند وراجل تقيل قوي في المجال ده هزق فاطمه بوش ملكه جمال المكسيك وشتمها قدام الناس كلها وقال ان دماغها تخينه، وبعدين طلب من الحراس انهم يطردوها بره القاعه، وكل ده عشان رفضت تنزل بوست على انستجرام تعلن فيه عن ايفنت كان عامله هو شخصيا. الفكره بقى ان فاطمه ما فكرتش مرتين، واول ما ده حصل قامت وخرجت بره القاعه كلها، وفي نفس اللحظه باقي ملكات الجمال صحابها قاموا وخرجوا وراها وسابوا المكان كله، والراجل قعد يزعق ويهدد اي واحده هتخرج انها مش هينفع تشارك تاني في المسابقه. الموضوع ده كبر قوي، في الاخر لجنه المسابقه الرئيسيه قررت انها توقفه وتمنعه من اي شغل في فعاليات ملكه جمال الكون السنه دي. والسوشيال ميديا دلوقتي كلها مقلوبه بسبب اللي حصل ده، وشايفين ان موقف فاطمه وكل اللي وقفوا معاها موقف قوي جدا وبيوري الستات ممكن تعمل ايه لما تقف ايد واحده. السؤال بقى، انت شايف ان هم كان معاهم حق انهم يخرجوا ولا كان لازم يسكتوا ويتقبلوا الاهانه عشان اليوم يعدي؟